السلام عليكم. اليوم عندنا لانسر. طبعا هاي السيارة تشتغل من تمشي معدل، تفصل نار نوزل الأول والرابع. هاي يصير بها مسفاير هاي باللانسر أو المسيبوش يصير بيه الحالة. من يصير بيه مسفاير تصير هاي الحالة، يفصل إشارة النوزل الأول والرابع. هسه نفحص شيكنا بالجهاز ما بيه شي، تباوع هنا بلكات شغالة، بس المشكلة هذا الجهاز الأوتو ما يكشفه، يعني مو هسه راح افحص لك اياه بغير جهاز. شوف هسه هذا، وهذا بلاك صيني، انا عارف المشكلة بس دا اشوفكم. شوف فرق بين الاجهزة، هذا ما يكشف انه مش هذا بلاك صيني ما يكشفه، هذا لا. هاك شوف، افحص، نفصل الشاحن عليه، نفحص هذا عليه. شوف هذا وين، هذا وين، هذا بلاك اصلي، بس هو البلاك. شوف هذا بلاك صيني، انا بذاك الجهاز ما يبين. هذا بلاك اصلي، خلي الفحص، خلي هذا. شوف هذا اللي هرب من جوا اصلا، يعني لانهم نجيب هذا ومخلينا بلاك اكساير. لاحظ هذا كله من وراء البلاكات. وهسه جيت افحص المقاومات، يمكن شورت، انا ما فحصته بدون مقاومات بلاك. ثبت التليفون ونفحص، نخليه على المقاومة. تربوميتر هنا، لا لازم بيدي، ماكو مقاومة، صفر شورت، تا مقاومة بي. هذا شو 16 ما بي مقاومة. هذا تحياتي، اخوكم سعد الكترون.